بصحة وسعادة وسعيد جدا بتواجدي مع حضراتكم النهاردة، وهنتكلم عن حكاية جميلة جدا النهاردة، وهي حكايتنا عن الكحك. الكحك مش مجرد حتة بسكوتة بعجمية عشان ناكلها، لا، الكحك ده حتة من تاريخنا، ريحة العيد اللي بتجمعنا، حكاية مصرية أصيلة من أيام أجدادنا قدماء المصريين. مع دخول العيد تلاقي الستات واقفين في المطابخ بيجهزوا الكحك، بيعملوا أشكال جميلة من الكحك عشان يقدموه للضيوف خلال العيد. بتلاقي لمة العيلة متجمعة، كل ستات البيت متجمعين والأطفال حواليهم بيغنوا يا كحك العيد يا احنا يا شربطات يا احنا. يا احنا يا احنا يا شربطات يا احنا الكوبايات يا احنا. بتفكرنا بالاغاني الجميله والذكريات الجميله اللي كنا ناخد فيها صواني صيجان الكحك ونروح بيها الفران البلدي عشان نعمل فيها يسوي الكحك فيها. كانت من الايام الجميله جدا. تعالوا نشوف ايه حكايه الكحك ده ونرجع بالزمن لورا ونعرف ايه اصل حكايه الكحك في البيت المصري. المصريين اول من عرفوا صناعه الكحك، لدرجه ان هيرودوت لما جه مصر قال انا شفت ستات بتعجن العجين برجليها. طيب ليه العجين بالرجلين؟ علشان يبقى ملمس الطعام ناعم، واحنا لغايه دلوقتي استخدمنا ايدينا في عجن الكحك بالسمنه والعسل، اللي كان زمان السمنه والعسل كان بتسمى كاني وماني. وبنلاقي عندنا كمان ظهرت حكايه الكحك ديت او مناظر الكحك ديت في مقبره رخم راع في الاسره 18 فتره حكم الملك تحتمس الثالث. ونلاقي عندنا كمان ان كانوا بيعملوا له نقوش وبيستخدموا المنقاش علشان يعملوا بيها النقوش. ويعملوا عندنا النقوش عامله ازاي؟ قرص الشمس وتخرج منه الاشعه اللي خارجه منه، او كانوا بيعبروا عنه باللي هو المعبود امون، اللي هو بيمثل عندهم قرص الشمس الخاص بالعباده المصريه. لو جينا بصينا على اصل كلمه الكعك، هي بترجع للغه القبطيه اللي هي مشتقه من اللغه المصريه. كان اسمها في اللغه القبطيه كعك، لان هي المفرد الوحيد اللي موجود على مستوى اللغات اللي هي كلمه كعك. هي لغه مصريه قديمه والتي تعني العيش المنقوش. ده بيدل عندنا ان او الخبز المنقوش، ده بيدل عندنا ان الكلمه ديت متاخده من اللغه المصريه القديمه، بدليل ان الكحك منقوش.